إليكم أخبار النادي الأهلي خطوة بخطوة، ولكن قبل أن نبدأ صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. بشكل مباشر أو غير مباشر يعمل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بشكل قوي في العديد من الملفات الهامة المرتبطة أيضا بفريق الزمالك، وهو ما نستعرضه في السطور القادمة. الأهلي يدعم زيزو في الخطوات القانونية. البداية كانت في تحرك مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل تولي مسؤولية القضايا التي كان ينوي أحمد السيد زيزو التحرك بها ضد نادي الزمالك. وقرر النادي الأهلي التحرك من خلال الفريق القانوني للقلعة الحمراء لدعم أحمد السيد زيزو للحصول على 82 مليون جنيه قيمة مستحقاته المالية المتأخرة. يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد أحمد السيد زيزو ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بعد التطاول الذي حدث ضده وضد أسرته في لقاء سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الأول من بطولة الدوري. ويرغب النادي الأهلي في حماية أحمد السيد زيزو من خلال وضع تركيزه فقط في المستطيل الأخضر وعدم الانشغال بالمشاكل والأزمات المختلفة التي يحاول فريقه السابق وضعه بها. الأهلي يكلف الزمالك 30 مليون جنيه قيمة التجديد لحسام عبد المجيد، وجاء الربط بين اسم النادي الأهلي وحسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك ليدفع المجلس الأبيض للتحرك بقوة لحسم ملف تجديد مدافع الفريق بأرقام مالية كبيرة. وفرض حسام عبد المجيد شروطه على إدارة نادي الزمالك من خلال طلب الحصول على 30 مليون جنيه في الموسم من أجل الموافقة على خطوة تجديد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة. وبالفعل يعمل نادي الزمالك على الموافقة على شروط مدافعه لتجنب فخ انتقاله للنادي الأهلي، خاصة أن اللاعب حاول الضغط بورقة الاحتراف الخارجي وهو ما يترجمه المجلس الأبيض بمحاولة تنفيذ كوبري يعود من خلاله للدوري المصري من بوابة النادي الأهلي. قلق في الزمالك في انتقال محمد السيد إلى الأهلي. ثالث الملفات التي تشغل بال إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أزمة قرب انتهاء عقد محمد السيد صانع ألعاب القلعة البيضاء وإمكانية توقيعه للنادي الأهلي في شهر يناير المقبل. وهناك محاولات مكثفة من جانب نادي الزمالك لمحاولة إقناع اللاعب بالتوقيع بمقابل مادي كبير من أجل منعه من التفاوض مع الأهلي وبيراميدز في الوقت الحالي، وهو ما يزيد الضغط على الإدارة البيضاء. يأتي ذلك في الوقت الذي لا يشارك خلاله محمد السيد لاعب وسط الزمالك في المباريات، وربما هناك اتجاه لتجميده من أجل الضغط عليه في ملف تجديد عقده. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.